الزمالك بيكسب حرس الحدود 4-0 في الدوري المصري. احب احيي قوي جدي فريرة. في كل مره هقول عليه ان الراجل ما بيغيرش مبدأه، هو عارف هو بيعمل ايه وثابت على مبدأه اللي هو ايه. انا بكسب، مالكش دعوه بقى بالاداء والكلام دوت. انت عايز مكسب ولا بحلقه؟ لا انا عايز مكسب، يبقى ما تتكلمنيش بقى في اداء والكلام الفاضي دوت. انا بجيب لك الثلاث نقط وانت مالك تشغلش دماغك. جبت جون 2 3 4، اهم حاجه ان انا بكسب. والفتى الذهبي بتاعه هو زيزو. زيزو وحط تحتيه مليون خط احمر بالنسبه لفيريرا. اما بالنسبه لسامسون زي ما قلت لكم قبل كده هو بلح، بل بالعكس شوال بلح. والغريبه قوي سيف الدين الجزيري ده الحقيقه اللي انا زعلان عليه، لان اللاعب ده لاعب مهم قوي ولازم جد فوريرا يرجعه تاني لمستواه، لان الراجل في النازل. وبالعكس كمان ده اللي بيطلعه وبينزل شوال البلح اللي احنا بنشوفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه الراجل دوت راجل معلم، هو عارف بيعمل ايه. من الخلاصه من الاخر انا مش لسه هلعب واتعب نفسي واعمل وبتاع والقصه ديت. هو الراجل عارف بيعمل ايه يا جماعه. راجل بص معجون كوره من الاخر. مدرب لما بيغلط وبيعالج نفسه او عارف هو عايز يبني الماتش، انا عايز اكسب وخلاص، عايز ان انا اكون على طول فوق، اكون ورا الاهلي، او ان انا اكون مركز اول. الراجل عارف هو عايز بايه، نازل بيعمل ايه. انا بلعب يا باشا على ايه؟ على هجمات المرتده، ما يشغلكش بقى. انا نازل يا باشا اكسب، مش مشكلتك. هو الراجل بيلعب كده، الراجل ما عندوش تفكير جديد. هو الراجل ماشي على مبدأه ما بيغيروش، اللي هو ايه؟ الهجمه المرتده زي ما قلت لك، واللي هو الفتى الذهبي الجولدن بوي زيزو رقم 1. رقم 2 إمام عاشور اللي بيطلع زيزو شمال أو يمين. رقم 3 يوسف أسامة نبيه. رقم 4 اللي أنا مستغربه اللي بقى يقعد الأيام ديت نيمار. الأربعة دول أقسم بالله هم الزمالك. أنا راجل بتفرج كورة وبقول لك أنا أهلاوي، بس أنا بقول لك أكتر 4 مؤثرين مع نادي الزمالك. أما الباقي كله عارف أنت لما تكون بتلعب شطرنج وفي عساكر واقفة والطابية والحصان والوزير، هم كلهم كده. بالنسبة لزيزو ده الوزير اللي بيعمل كل حاجة في قلب الشطرنج. أما بالنسبة ليوسف أسامة نبيه تحب تقول كده زي إيه مثلا؟ يعني مثلا الطابية. أما بالنسبة لإمام عاشور الحصان، شغال شمال ويمين وبياكل هنا وبياكل هنا وبيودي وبيشوط. أما بالنسبة للباقي كله عساكر بس. فالراجل ما شاء الله هو عارف هو بيعمل ايه وعايز ايه من الماتش، لكن فكر ولعب مفيش. بس يعجبني قوي ان الراجل بيبقى مركز ان فين نقطة غلطه بيرجع يصلحها على طول. الشوط التاني ما بيستناش. اول الشوط التاني يا باشا في واحد ان هو مريح شوية، لا اطلع. بس الغريب قوي ان هو معتمد على سامسون. وسامسون ده انا حرفيا انا مش شايفه، او اي حد من اللي بيتفرج كورة بقى عشان لو الزملكاويه هيزعلوا مني، انا بقول لك سامسون ده على الله حكايته. ولحد الآن ما قدمش أي حاجة لنادي الزمالك ولا قدم أي حاجة في الكرة احنا شفناه. لكن سيف الدين الجزيري قدم كتير وعنده كتير. الراجل ده اللي المفروض يرجع في أسرع وقت، والراجل ده يزقه عشان يرجع للي احنا عارفينه. سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري يا جماعة لعيب سريع مهاري، كل شويت كل حاجة. بس فنفس الراجل ده يرجع تاني بصراحة. اما بالنسبة لجد فريرة زي ما قلت لك هو بيعتمد على زي ما قلت لك على الأربعة. زيزو سرعاته، شوط إمام عاشور، يوسف أسامة نبيه نفس الشوط والكلام ده. ركز كده مع الزمالك الفترة اللي مسك فيها فريرة كل الشوط من بره ال 18، هي دي اللي بيعتمد عليها. لكن في لعب مفيش، لكن في فكر مفيش، في أي حاجة مفيش. طب هل هي الفرق اللي بتلعب بالزمالك الايام ديت مش مركزه ان الراجل ما بيعملش حاجه غير هم الحاجات ديت؟ طب لو حد بقى قبله مسك زيزو وامام عاشور وقفل ان ما خلاش حد يشوط، اسمع مني، الزمالك ساعتها مش هتكسب وهتخسر. اشوفكم دايما على خير. سلام.